اهلا بيكم حلقه جديده من سلسله في قصصهم عبره. النهارده عندنا قصه حلوه قوي، قصه بنعيشها في بيوتنا كلها، قصه مهم ان احنا نقف عندها ونتعلم منها معاني كتير حلوه. قصه ايه؟ قصه السيده خوله بنت ثعلبه في سوره المجادله. السيده خوله كانت متزوجه وكان زوجها طبعه هو كان كبير في السن، فطبعه كان عصبي شويه. ففي مرة اختلفوا وزعلوا من بعض، فقال لها أنت علي كدهر أمي. المصطلح ده كان في العرب، عند العرب معناه إن أنت متحرمة كده عليا. زعلت السيدة خولة وراحت للرسول عليه الصلاة والسلام. فالآيات بتقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. كم معاني بقى هنطلع بيها يا جماعة من القصة دي في العلاقات الزوجية بتاعتنا حلوة قوي. أول حاجة، كل يا جماعة خناقة زوجية بتدور بينك وبين زوجك، بينك وبين زوجتك، افتكر إن الله سميع بصير. افتكر إن الخناقة دي الجيران مش شايفينها وماما وبابا مش عارفينها ومخبيين والبيوت أسرار، بس ربنا شايف الخناقة لايف. كل حد بيجرح بيوجع بيقلل بيهين ايا كان راجل او ست هنعمل على الطرفين، افتكر ان ربنا شايف القصة وافتكر ان ربنا شايف اللي بيحصل. طيب وهنا هنقول معنى في شايف دي بس كمان شوية. طيب السيدة خولة كانت شخصية عظيمة جدا، كانت بتجمع ما بين القوة، عزة النفس والكرامة. ايه ده، انا ازاي قال لي كده، انا هروح اشتكي واقول لرسول الله. بس في نفس الوقت وانا بتكلم مع الرسول بقول له بص انا زعلانه منه، بس انا مش عايزه اخرب بيتي، مش عايز طلاق. هو فعلا انا كده محرمه عليه ولا لا؟ انا مش عايزه اتطلق، انا عندي ولاد، مش عايزه اخرب البيت. ما بين ان هي بتاخد موقف وعندي كرامه وزعلانه وبشتكي لربنا على فكره، بس انا كمان عندي توازن، مش عايزه اهد بيتي، مش عايزه طلاق وخراب البيت، فعندي التوازن ده. طيب فهنا ربنا لما نزلت الآيات برضو إن الله سميع بصير، يعني السيدة خولة لما راحت تشتكي للرسول، الرسول ربنا قال له إن ربنا سامع الحوار اللي ما بينكم، تاني ربنا سميع بصير، شاف اللي حصل وسمعه. طيب ده يدينا احنا معنى ايه تاني؟ طب يعني دي قصة سيدة خولة احنا ملناش دعوة نقعد نقراها برضو مش بتاعتنا، لا احنا اتفقنا بناخد الدروس بتاعتنا. يبقى أول أو تاني بقى درس، لما تروح تشتكي لأي قولي أمر أنت بتروح له، لما تروح تشتكي لباباها لباباك لمامتك لأيا كان الشخص، لازم تحكي بالحق، تحكي اللي حصل زي ما بيقولوا بحذافيره. ليه؟ لأن ربنا سميع بصير. كم يا جماعة الناس اللي عندها قدرة تقصقص المشهد، تيجي تحكي لي مثلا جوزي عمل فيا وعمل، تبقي عايزه تقومي تعيطي معاه، خلاص نجيب مناديل ونقعد نعيط مع بعض بقى يا جماعه. تعالي بقى اسمعي القصه منه. كم الحتت اللي هي قصقصتها وعملت زوم عليها مريعه. العكس، مراتي كذا كذا كذا، فتقول لا ده الراجل مسكين والله، لا ده حقه، انا لو منه اتجوز عليها طبعا، لا 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 مين يستحمل كده. روح بقى اسمع القصه من عندها، تلاقي ان هو قصقص تفاصيل كتير. ايه ده، انت ما حكيتش ليه يا باشا الحاجات دي؟ انت ليه عملت زوم بس على اللقطه دي؟ يبقى لما ربنا نزل سيدنا جبريل تنزل عشان يجيب حق السيده خوله، في كانت مجموعه من الحاجات اتحققت. نزول سيدنا جبريل ده حاجه كبيره قوي على فكره، وانه ينزل ايات في القران ده حدث عظيم. لان السيده خوله بتحب جوزها بس خايفه على حدود ربنا، مش بحبه فتلكك. كم الطلقات اللي حصلت والناس مكمله وخايفين نروح نسال دار الفتوى ونشوف الطلقه وقعت ولا لا، عشان انا خايفه ان انا اعرف حاجه زي كده. لا السيده خوله ده لازم اعرف حدود ربنا، بحبه ومش عايزه اهد بيتي بس عايزه اعرف حدود ربنا. السيده خوله اصيله وجدعه، قلنا لما راحت بتحكي بالحق، ربنا سميع. استشعر قوي الحته دي وانت بتشتكي مراتك لباباها لمامتك لصاحبكوا للشيخ ايا كان، عشان النصر يجي من ربنا. عشان كده الشكوى اللي بشتكيها لربنا قبل ما بشتكيها للناس، ربنا ينصرني فعلا ويعيني، لازم اكون انسان صادق وانسانه صادقه. ما تروحيش تقولي ده ضربني وشتمني،
وانت حلوه عملتي له ايه؟ مش بنبرر الخيانه والضرب طبعا، بس ما تقصقصيليش الكوارث اللي انت عملتيها وتعملي لي زوم بس انه ضربني وشتمني. لا، يبقى عايزه ربنا ينصرك بقى ويرفعك كده ويرضيكي، احكي بالحق اللي حصل. يبقى ده درس مهم ان احنا نستشعر سميع بصير، وان ربنا قد سمع كل حاجه مسموعه وعلى مرأى كده. ودي يا جماعه قصه بتجبر بخاطر كل واحده ست جوزها كده بيفتري عليها، جوزها بيهنها بيقلل منها، وهي ما عندهاش غير انها تشتكي لربنا وهي مغلوبه على امرها. انتوا عارفين ايه بقى لما سيدنا جبريل تنزل؟ نزل حكم في زوج السيده خوله ان هو يعتق رقبه. فالسيده خوله بدات ترق بقى قلبها كده، لا ده جوزي مش هيقدر، احنا ما عندناش الامكانيات الماديه دي يا رسول، ما نقدرش نعتق رقبه. طيب خلاص يبقى يصوم شهرين متتابعين. يا رسول الله ده راجل عجوز، مش هينفع ان هو يصوم شهرين. بصوا الزوجه الاصيله، عشان كده بقول لكم هي شخصيه رائعه متوازنه. طيب كده يبقى اطعام 60 مسكين. فبدأت السيدة خولة من عظمتها وجمال أخلاقها وأصلها كده زي ما بيقولوا الطيب، تساعد جوزها إنه يعمل الكفارة وإنه هو يطعم 60 مسكين. إيه ده؟ طب ما كان ممكن ربنا يقول خلاص السيدة خولة بقى طيبة كده وقلبها رق لجوزها ومش عايز، خلاص نمشي الموضوع من غير كفارة ومن غير حاجة ويلا يا دار ما دخلك شر. لا، دي رسالة لكل راجل. امسك لسانك واعرف ان لو زوجتك سامحتك في حقها وعدته في حدود ربنا وفي حاجات وفي كفارات وفي عقوبات، لا انتبه، الموضوع اكبر من ان انت تتخيل. موضوع اكبر من انت عمال تستهتر يا ستي انت مالكيش دعوه انا هيبقى ربنا يحاسبني، ايوه انا عندي القوامه يا ستي مالكيش دعوه اعملي اللي بقولك عليه، وانا بقى يا ستي سيبيني مني ربنا يبقى ربنا يحاسبني. اوعى تقول كلام انت مش قده، اوعى تقول كلام انت مستهتر. عارف يعني ايه سيدنا جبريل يتنزل عشان في زوجه سمعت كلمه ضايقتني وانا اتوجعت ورايحه بشتكي للرسول وبشتكي ربنا؟ الموضوع كبير على فكره. طيب نتعلم ايه بقى تاني من هذه القصه؟ بعيدا عن الحدود وان اللفظ ده كان محرم، ايوه، وان احنا لازم نعرف حدود ربنا والكفاره وكل ده، في معنى تاني حلو بنشوفه برضو في حياتنا. لو انت قلبك رهيف بلاش تجري تشتكي بسرعه. يعني جوزك ضايقك فانت اتحمقتي وجريتي رحتي اشتكيتي لبابا، بابا هنا هيبقى ليه قرار. فرضا بابا قرر انت مش راجعه البيت وقاعده انت وعيالك، فانت بعد ما بابا قرر كده، لا بس انا مش عايزه كده يا نرمين، انا كنت بشتكيه بس انا عايزه ارجع بيتي، مش عايزه اسيب بيتي. انت مش رحتي لبابا، مش في ولي امر لجأتي له، القرار هيكون قراره. معنى ان انا رحت اتحميت، رحت لحد اكبر مني، يلا احكم يلا قرر، يبقى هتتحملي العاقبه. بابا بقى كان حكيم ولذيذ وقال له خد مراتك وروحوا، بابا قال له لا يا حبيبه انت هتسيبها لنا منوره شويه، ايا كان اعرفي ان هيكون في قرار وارد ان انت ما تكونيش قده، ان قلبك كده يتأثر ويحن وخلاص انا صعب عليا وسامحتك الفونس سامحتك. يبقى فكري 1000 مرة قبل ما تتحمقي وتدخلي اخوكي، تدخلي باباكي، تدخلي حد، لانه لو حكم وقال حاجة في الحالة دي ما ينفعش تصغريه، هتعملي الحاجة اللي هو قالها لمصلحتك وعلشان ما تبقيش بتصغري نفسك، واللي هو خلاص بعد كده بيقولك اهو حتى لو راحت ما انت بترجعي في الاخر ما بتعمليش اللي اتقال. فدي جزئية مهمة جدا برضو ان احنا ننتبه ليها، ما يبقاش سهل كده ان احنا نجري ونروح نشتكي للناس، لان هيكون في قرار هيتاخد لما احنا هنروح نعمل الحاجة دي. اتفقنا؟ مهم قوي يا جماعة نتقي ربنا واحنا بنتخانق واحنا بنتكلم، ونستحضر دايما حتى في عز الخناقة، حتى في عز ما احنا زعلانين من بعض، نستحضر قوي ان ربنا سمعنا وان ربنا بصير، ونستشعر قوي انه اللي ليه حق هياخده، وان احنا قد ايه يكون عندنا تقوى، وان احنا ما نظلمش حد ونقول اللي لينا واللي علينا، وان احنا بكل خلافاتنا بس يبقى عندنا الرغبة والطاقة اللي كانت عند السيدة خولة، اني عايزة احافظ على بيتي، مش عايزه اهده، مش عايزه ان انا فجاه كده في قرار انفعالي ايموشنال كده، لا خلاص والله ما انا قاعدالك، خلاص مش انا محرمه عليك، طب خلاص بقى ابقى وريني انت. لا لا لا، الدنيا مش كده، بنت اصول. حتى لما جوزي بيغلط تاني رجعت بساعده وواقفه، والبيوت بتكمل بالطريقه دي. اتفقنا يا حلوين؟ دي كانت قصتنا النهارده مع السيده خولة الجميله العظيمه اللي ربنا
ذكرها كده في القرآن. دي كده شوية معاني جات لي، لكن أكيد دي مش هي المعاني الوحيدة. تقدروا تروحوا تقروا الآيات والسورة وانتوا شوفوا ايه المعاني اللي هتجيلكم من خلال القصة. اتفقنا؟ بشكركم، هشوفكم إن شاء الله في حلقة تانية.